الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إخواني أخواتي، سيكون درسنا اليوم إن شاء الله عن طريقة استخدام أو استعمال أو العمل على نظام تشغيل، سواء كان ويندوز أو أحد توزيعات لينكس، دون الحاجة إلى تثبيته على جهازك. كل ما سنحتاج إليه هو فلاش ميموري، ملف نظام الذي نريد العمل عليه، ويمكن تحميله من موقعه الرسمي بصيغة ايزو، ثم أخيرا أحد برامج حرق أنظمة التشغيل على الفلاشة. بالنسبة لنا سنستعمل لينكس لايف يو اس بي، وهو الذي أمامكم في الشاشة، يحتوي على 5 مراحل. إذن بعد تحميل ملف نظام وتوصيل فلاش ميموري بالحاسوب نبدأ. بالنسبة للمرحلة الأولى نختار اسم الفلاش ميموري، بالنسبة لنا هو هذا الخيار الأول. بالنسبة للمرحلة الثانية يجب أن نختار ملف النظام، وكما قلنا يجب أن يكون بصيغة ايزو. نقوم باختيار هذه الأيقونة ونبحث عن المكان الذي وضعنا فيه ملف النظام. إذن ها هي. بالنسبة لنا سنقوم بتثبيت أحد توزيعات لينكس باسم RT6. ننتظر بعض الوقت حتى يتم التحميل. إذن نمر بالنسبة للخطوة الثالثة، نتركها كما هي. بالنسبة للخطوة الرابعة نقوم بإزالة العلامة من المربع الثالث ونضعها في المربع الثاني. بالنسبة للثاني تأكد من أن فلاش ميموري لا تحتوي على أي مستندات مهمة بالنسبة إليك، لأنه سيقوم بفرمطتها. وأخيرا نقوم بالضغط على هذه الأيقونة أوكي، ثم ننتظر حتى يتم. إذن الرسالة تظهر تبين بأنه سيستغرق من 5 إلى 10 دقائق حتى يتم الحرق على اليو اس بي. إذن بعد انتهاء العملية كل ما علينا هو سحب الفلاش ميموري ثم توصيلها بالحاسوب الذي نريد تشغيل النظام عليه. وملاحظة، يجب أن تكون إعدادات الحاسوب أن نجعله يقلع من الفلاش ميموري وليس الهارد ديسك، لأن في العادة الحواسيب تقلع من الهارد ديسك. لمن لا يعلم كيفية تغيير إعدادات البيوس لكي يقلع الحاسوب من الهارد ديسك من الفلاش ميموري، يمكنه مشاهدة الفيديو أعلى. بعد ذلك استمتع بنظام التشغيل الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.